بيبدأ فيلم النهاردة في مدينة الجزيرة الخضراء جنوب أسبانيا، وبنشوف بنت اسمها لوسيا باين عليها التوتر والقلق، خصوصا لما بتقعد قدام كاميرا مثبتها شخص غريب وبيطلب منها تعترف بكل اللي عندها. وبالفعل بتحكي لوسيا عن تجاوزات شرطي اسمه إنريكي، واللي كان بيبتزها بشكل دوري وكمان بياخد فلوس مقابل الوشاية بالعملاء السريين. وبعد ما بتخلص لوسيا بياخدها شخص على موقف الاتوبيسات علشان تسافر برشلونة، وبيكلم راجل غامض اسمه جاستون بيعرفه ان كل حاجة ماشية تمام. بس لوسيا بتطلب انها تدخل الحمام الاول، ولما بتروح بتقفل على نفسها كويس، وبتكلم بنت في الحمام اللي جنبها اسمها كلارا بتعرفها انها حصلت على وظيفة في برشلونة ولازم تسافر. بس فجأة بيدخل الراجل اللي هيوصلها، فبترتبك لوسيا وبتدي لكلارا ورقة معينة وبتقول لها دي دليل حمايتي وهتواصل معاكي خلال 10 أيام. لكن بعد مرور 3 شهور من اللي حصل ده، وتحديدا في ميناء برشلونة، أحد حراس الأمن الكلب بتاعه بيفضل ينبح وبيجري على حاوية معينة، فبيروح الحارس يفتح الحاوية دي علشان يشوف إيه اللي فيها. وهنا بتبقى الصدمة لما بيشوف كلارا متعلقة ومضروبة بشكل عنيف، وفورا بيتم نقلها على المستشفى علشان ينقذوها. لكن المفاجأة إن لوسيا بتعاني من فقدان مؤقت في الذاكرة، ومش فاكرة أي حاجة حصلت معاها ولا حتى اسمها. والطبيبة بتخمن إن عقلها حجب عنها اللي حصل من شدة بشاعته، لكنها مع الوقت أكيد هتسترجع ذاكرتها. أما على الطرف الآخر بنشوف المحققة المميزة آني وهي قاعدة في كافيه، فبيجي لها رئيسها موريل يتكلم معاها شوية، وبيتضح إنها كانت في أجازة طويلة وعايزة ترجع للشغل. ورغم إن موريل كان عايزها ترتاح شوية كمان، إلا إنها بتصمم، فبيسلمها ملف القضية اللي هتشتغل عليها، واللي هي طبعا قضية كلارا اللي لقوها متعلقة جوه حاوية. والحاوية دي تابعة لشركة شحن مقرها مدينة الجزيرة الخضراء. بس ساعتها بتتضايق آني لأنها مش عايزة عملية مشتركة مع الشرطة اللي هناك، لكن موريل بيأكد لها إن الشراكة أفضل حل ليها حاليا. في الجزيرة الخضراء بقى بنشوف المحقق إنريكي وهو قاعد بيتفرج على فيديو اعتراف لوسيا، وبيبقى متضايق جدا لأن اعترافها ده هيعمله مشاكل كتير. وبيجيله وقتها زميله فالكو يناديله علشان عندهم اجتماع مهم، وبيناقشوا قضية كلارا اللي لقوها في حاوية داخل مدينة برشلونة. وبمجرد ما إنريكي بيشوف وشم معين على ايديها بيفهم انها اخت لوسيا، وبيبقى عايز يسافر ويتولى التحقيق في القضية دي، لكن مديره بيرفض لانهم لسه ما خلصوش التحقيق معاه. فبيتكلم إنريكي مع فالكو وبيقول له انا حاسس ان البنت دي تبقى اخت لوسيا، ولازم انا اللي اسافر علشان افهم كل حاجة. وفعلا فالكو بيوافق يتكلم مع المدير ويقنعه بالموضوع. اما آني فبتروح المستشفى علشان تشوف كلارا، وبتقابل مساعدها ريك اللي كان مستنيها هناك، وبيدخلوا سوا يتكلموا مع كلارا اللي بتكون لسه مش فاكرة أي حاجة خالص، وبتبقى مستغربة إن محدش دور عليها ولا سأل عنها. والمشكلة الأكبر إنهم ما قدروش يعرفوا هوية كلارا، كل اللي يعرفوه بس إنهم لقوها في حاوية تابعة لشركة شحن معينة. والشرطة لما راحت مقر الشركة اتفاجئوا إن تم إخلاؤه تماما، ده غير إن مفيش أي سجلات للحاوية اللي لقوا كلارا فيها، لا وقت خروجها من الجزيرة ولا أي معلومات، وحتى بصمات كلارا مش متسجلة على السيستم عندهم. وبيخمنوا إن الموضوع ليه علاقة بعصابة الإتجار بالبشر. وعلشان كده بتقرر آني تروح للحاوية المنشودة وبتفحصها بالكامل، وبتشغل مسجل الصوت علشان تلقط أي حاجة غريبة هتحصل. ولما مش بتلاقي حاجة وكانت هتمشي، بتلاقي عقب سجارة جنب الحاوية، فبتاخده معاها علشان تحلله. ولما بتلمح برج اتصالات قريب من المينا، بترجع لرئيسها وبتطلب فحص كامل لكل المكالمات اللي تمت هناك. بس الموضوع مش بالسهولة دي، لأن عندهم نقص في الموارد والعمالة، وده اللي خلاهم ما يعينوش حراسة لكلارا في المستشفى، رغم ان آني ما بتكونش مرتاحة مع الكلام ده ابدا. المهم في الوقت ده بيدخل ممرض على كلارا الغرفة، واول ما بتشوف وشم على دراعه بتفهم منه من العصابة، فبتحاول تجري بسرعة، لكن الراجل بيتصدلها وبيضربها. لكن كلارا كانت نينجا وبتقدر تجرحه في مناخيره، وبتنط من شباك الغرفة فورا قبل ما يقتلها. بس رغم كده الراجل بينزل وراها بمنتهى الشراسة وعايز يخلص عليها بالسكينة. بس الغريب ان كلارا كان عندها مهارات قتالية نوعا ما وقادرة تتصدله، وحتى لما بيمسكها من رقبتها جامد وبيخنقها بتقدر توقعه من ارتفاع عالي جدا علشان يموت في لحظتها. طبعا آني لما بتعرف كده بتتضايق جدا، خصوصا لما موريل بيجي يقول لها من النهارده ريك هو اللي هيكمل تحقيق في القضية دي وريحي انت شوية. فبتتعصب عليه وبتفكره ان الغلطة غلطته هو لانه ما حطش حراسة على غرفة كلارا، وبتهدده انه لو بعدها عن القضية هتبلغ عنه بسبب اهماله، وبتسيبه وبتمشي.
وبتروح لكلارا تديها بطاقة هوية ليها كانت مع القاتل باسم ليزا، وبتعرفها ان القاتل ده كان سجين في سجن الجزيرة ولسه خارج قريب، وبتطمنها ان مفيش شبهة جنائية عليها لانها كانت بتدافع عن نفسها، ومن دلوقتي هيبقى في شرطي على باب الغرفة علشان يأمنها. وبمجرد ما بتنزل آني بقى بتتصل على تليفون الغرفة، لكن لا هي ولا كلارا بينطقوا بنص كلمة، وأتاريها كانت بتختبرها علشان تتأكد هي فاقدة الذاكرة فعلا ولا بتشتغلهم. وبترجع المكتب وبتفضل تحقق ورا القاتل بكل الطرق، ولما بتشوف ريك قاعد بيهزر ومش شغال بتتضايق، وبتقوم تسأله عن تحليل الحمض النووي بتاع عقب السيجارة اللي اديتهوله، وبتطلب منه يستعجل الموضوع ويشوف شغله شوية. وبتطلع بعدها تقعد في جنب وبتتفرج على صورها مع أخوها المتوفي، وبتحذفهم واحدة ورا التانية وهي حزينة لحد ما بتلاقي آخر فويس بعته لها قبل ما يموت، واللي ما كانتش سمعته قبل كده فبتقرر تسيبه. ولما بترجع المستشفى بتتفاجئ بوجود المحقق إنريكي، وجاي من الجزيرة علشان يشاركها في التحقيق، لكن مرضوش يدخلوه لكلارا طبعا. فبتصور آني بطاقة الهوية بتاعته علشان تسأل رئيسها الأول قبل أي شيء، وبتنزل بعدها مع كلارا وهي بتقول لها لازم نخبيكي في مكان آمن مؤقتا. وبيبقى معاهم إنريكي اللي مش مركز غير على الوشم اللي في إيد كلارا، بس لما آني بتسأله ما عندكش معلومات مفيدة بيبدأ يوضح لها إن اسم ليزا ده كان متسجل عندهم في الجزيرة، والمفروض إنها كانت بتتدرب على القتال واللياقة البدنية في إحدى الصالات، وحتى راح العنوان اللي متسجل عندهم وفتش البيت بس ما لقاش أي حاجة مهمة غير باروكة، وبيخمن إنها تعرف حاجة مخليها العصابة لسه بتطاردها حتى الآن. لكن طبعا كلارا بتصمم إنها مش فاكرة أي شيء، فبيتحركوا الثلاثة لمكان آمن إنريكي اللي اقترحه، وآني بتعرفه إنها مستنية تعرف مين اللي كان بيتواصل مع القاتل الممرض جوه السجن. وكلارا بتلمح أرقام في الشارع كده بتنشط ذاكرتها بشكل جزئي، وبتفتكر أرقام غريبة، بس المهم يعني إنهم بيوصلوا للمكان الآمن، وإنريكي كان عايز يقعد مع كلارا لوحدهم، بس طبعا آني بترفض وبتاخدها وبيدخلوا غرفة هما الاتنين. وبعد ما بتطلع آني تشتري حاجة بتبدأ كلارا تكتب الأرقام اللي افتكرتها، بس بتقطع الورقة وبتاكلها حرفيا. وهنا بيجيلها إنريكي وبيسألها عن أختها لوسيا، ولما بيحاول يقرب منها بتضربه وبتطلع تجري، فدخلت آني اللي بترفع عليه المسدس وبتمسكها، فبتوضح لها البنت إنه بيسألها عن واحدة كده اسمها لوسيا وهي ما تعرفهاش، فبتاخد منه سلاحه وبتطلب إنه يقعد ويفهمها إيه الحكاية. فبيبدأ يعرفها إن لوسيا تبقى أخت كلارا، وإن ليزا ده مجرد اسم مزيف مش أكتر، وبيوريهم فيديو الاعتراف بتاع لوسيا، وبيوضح لهم إنهم كانوا قريبين جدا من بعض ومش عارف ليه عملت معاه كده. بس لما بيحاول يقرب من كلارا بتديله رجل بتجيبه الأرض، فبتتضايق آني وبتدخلها الحمام تربطها علشان ما تتحركش مرة تانية، وبتطلع تقعد مع إنريكي اللي بيفهمها إنه قبل القضية دي علشان يدور على لوسيا، لأن آخر حاجة يعرفها إنها موجودة في برشلونة وكانت بتشتغل مخبرة لحسابه، وحاليا بقاله 3 شهور ما يعرفش عنها حاجة. والمشكلة إنه كان مورطها مع عصابة إتجار بالبشر وتعمقت معاهم جدا، وعلشان كده هو جه برشلونة وعايز يلاقيها بأي طريقة ويفهم منها مين قال لها تسجل الفيديو اللي مليان أكاذيب ده، لأن إنريكي في الحقيقة مش شرطي فاسد، وأكيد في حد ضغط على لوسيا علشان تقول الكلام ده. المهم في الوقت ده كلارا كانت بتحاول تفك نفسها بكل الطرق، وبتبدأ تفتكر أجزاء بسيطة من آخر مقابلة ليها مع لوسيا، وده في دخلة آني اللي بتكون متفاجئة لأنها يعتبر فكت نفسها، وبتستغرب إزاي وفين اتعلمت الكلام ده كله، فبتفكها بشكل كامل وبتخليها تنام شوية، في حين إن آني بتقعد تراجع سجل زيارات السجن بدقة علشان تعرف مين اللي زار القاتل وطلب منه يروح لكلارا المستشفى، لحد ما بتقدر توصل لشخص اسمه مانويل وبتتأكد إنه هو ده اللي زار القاتل في السجن. المهم تاني يوم بتتواصل مع المساعد ريك علشان يعرف لها معلومات عن مانويل، وبيتضح إنه صاحب كازينو ضخم في برشلونة، وآني بتبقى عايزة تطابق الحمض النووي بتاعه مع عقب السيجارة اللي لقيته قبل كده، فبتنزل تستناه قدام الكازينو، وبتفرح لما بتشوفه بيشرب سيجارة، وبتستنى يرميها علشان تاخدها وتطابق الحمض النووي بنجاح، خصوصا بعد ما سألت آني عنه وقالت لها ممكن أكون شفته قبل كده. لما ريك بقى بيركب العربية بتسأله كلارا ليه آني غضبانة طول الوقت، فبيوضح لها إن أخوها رمى نفسه من البلكونة بتاعتها من فترة قريبة ومات، والموضوع ده لسه مأثر عليها شوية. المهم إن آني وكلارا بيروحوا بعدها يقعدوا مع إنريكي اللي أول ما بيشوفهم بيقول لكلارا أنتي أول قضية لآني بعد ما حولوها لطبيب نفسي، فبتتضايق المحققة طبعا وبتقوم تقعد بعيد، ولما بيروح وراها بتحذره يتكلم عنها بالطريقة دي مرة تانية، والواد بيبقى قدر يوصل لست اشتغلت في نفس الشركة اللي المفروض كلارا اشتغلت فيها تحت اسم ليزا،
والست أول ما بتشوف كلارا بتنادلها بالاسم المزيف ده فعلا، وبتحكي الست إن كلارا بطلت تيجي الشغل فجأة بقالها كام أسبوع، وجه شخص شكله غريب يسأل عنها المدير، وكل اللي تعرفه إن الشخص ده اسمه جاستون. ولما بتسألها آني عن شكله بتقول لها إنه كان راجل خمسيني كده مفهوش حاجة مميزة، فبتقرر آني تاخد اللي معاها ويروح المستودع معين، وبتسيب كلارا في العربية مع تليفون علشان تكلمها لو حصل حاجة، لكن كلارا ما بتسمعش الكلام وبتنزل وراهم. في المستودع بقى بيشوفوا مانويل اللي تواصل مع القاتل وبيحاولوا يطلعوا منه بأي معلومات، في حين إن كلارا تسللت للمكان واكتشفت وجود باب سري، ولما بتفتحه بتشوف غرفة فيها مرتبة، وبتفهم إن ده المكان اللي كانت فيه قبل ما تترحل للحاوية. بس الأهم إنها بتلاقي سلسلة أختها لوسيا، وبتفهم إنها كانت موجودة هنا هي كمان، بس قبل ما تعمل أي حاجة بتلاقي شخص بيكهربها وبيفقدها الوعي. مانويل بقى لما بيسمع صراخها ده بيفلت من آني وإنريكي، وبيخطفوا كلارا في عربية وبيمشوا بعد ما دمروا كاوتش العربية بتاعت آني علشان ما تتحركش وراهم. لما بتفوق كلارا بعد كده بقى بتلاقي نفسها على متن يخت ضخم ومربوطة، وبتسمع الخاطف بيتكلم في التليفون مع شخص وبيقول له جاستون طلب مني اتخلص من الحمولة، فبتفهم انهم هيخلصوا عليها وبتحاول تفك نفسها بسرعة وبتقدر تعمل كده، بس لما بتلاقيه رجع بتعمل نفسها لسه مربوطة. ومن ناحية تانية مانويل بيقول لجاستون ما تقلقش هنخليها تقول على الشفرة قبل ما نقتلها، وهنا بقى بتبقى الصدمة لما بنكتشف ان جاستون يبقى هو فالكو زميل إنريكي، وطبعا إنريكي ما يعرفش حاجة وبيتصل بيه عادي، وبيعرفوا انهم حددوا موقع كلارا وعرفوا انها في المينا لان آني حطت جهاز تعقب في رجليها، فبيطلعوا لليخت بسرعة وبيتفاجئوا ان كلارا هربت اصلا وضربت الراجل بتاعهم، بس جاستون بيشوف اثار دم وبيتتبعها علشان يوصل لها، وده بالتزامن مع وصول إنريكي واللي معاه، وهتبقى مشكلة كبيرة، ده لدرجة ان جاستون بيرتبك وبيقرر يقتل مانويل والراجل التاني كمان. وفي اللحظة دي بتبدأ كلارا تفتكر جزء كبير من ذاكرتها أخيرا، وبتفضل مستخبية لحد ما بيوصل إنريكي وآني وبيطلعوها من الدولاب وهي منهارة، وبتوريهم سلسلة لوسيا وبتأكد لهم إن أكيد جاستون خطفها، لكنها ما قدرتش تشوف شكله، سمعته بس وهو بيقتل الراجل ده، وبتكشف لهم إنهم بيلحقوها علشان ياخدوا شفرة معينة، وبتقوم كاتبة الشفرة دي على المراية وفورا إنريكي بيصورها، وبتفهمهم كلارا ان الشفرة دي لمحفظة بيتكوين تخص عصابة اتجار بالبشر، والعصابة دي بقيادة جاستون كانوا واخدين شركة الشحن كوجهة ليهم علشان يداروا اعمالهم القذرة، وكلارا راحت تشتغل هناك باسم مزيف لانها كانت بتدور على اختها لوسيا، ولما ما وصلت لهاش قدرت تخترق النظام وتغير تشفير المحفظة، وحاولت في برشلونة تقايد الشفرة دي بحياة اختها، لكن انتهى بيها الامر محبوسة ومضروبة داخل الحاوية. ساعتها إنريكي بيفهم ان جاستون هو اللي اجبر لوسيا تسجل الاعتراف الوهمي ضده، وآني بتمسح الشفرة من على المراية بسرعة وبتطلب منهم ما يعرفوهاش لحد، لأن أكيد في ناس كتير متورطة ولازم يتعاملوا بهدوء، وبيروحوا كلهم على الاسم يقدموا المعلومات اللي وصلوا لها، وبيجيبوا كاميرات المراقبة في المينا، وبيشوفوا ساعتها جاستون وهو بيهرب لكن وشه ما بيبقاش باين. طبعا فالكو بيبقى موجود مع إنريكي ومحدش بيشك فيه نهائي، وبيقعد إنريكي مع كلارا وبيسألها لو ينفع تعرف رؤسائه بالمعلومات اللي عندها علشان تبرأ اسمه، وبمجرد ما بتوافق بيشكرها وبيأكد لها انه هيلاقي لوسيا مهما كلف الامر، وبيقوم بعدها علشان يمشي وبيعتذر لآني انه كان واقح معاها في البداية، بس بمجرد ما بيمشي بيجي مورل لآني يعرفها انها ما نامتش من ساعة ما القضية بدأت ولازم ترتاح شوية، وهيسلموا القضية للمحقق فالكو، وطبعا آني بتبقى رافضة الموضوع ده تماما. وفجأة بتدخل عليهم كلارا وبتقول لهم انا سمعت الراجل اللي خطفني لما كان بيتكلم في التليفون كان بيتكلم عن شحنة اسمها اونوت، وإن لازم يتخلصوا منها لأنها بقت عديمة الجدوى، فبتخمن آني إنها سفينة شحن ولا حاجة، وأكيد اللي عليها هم نساء بيتاجروا فيها، وعلشان كده بتتجاهل كل شيء وبتقرر تروح تعترض الشحنة مهما كان التمن. وبالفعل بتوصل آني واللي معاها للمينا وبيفضلوا يدوروا في الحاويات، والمساعدة بتاعت آني بتجيب لها قائمة بأرقام وأسامي جميع الحاويات اللي موجودة، ومحدش بيبقى اخد باله إن فالكو مستخبي ومراقبهم من بعيد، وبيلاقي إنريكي بيبعت له رسالة إنه جاي على المينا فبيرتبك أكتر، وبيظهر قدامه أول ما بيوصل وبيعرفه إنه موجود هنا علشان يغطي على آني لأنها بتعترض الشحنة بدون أوراق رسمية، وبيفضل يلوم على إنريكي إنه ما رجعش الجزيرة وهيسبب لنفسه مشاكل، فبيوضح له إنريكي إنه مش عايز يتخلى عن لوسيا ولازم يلاقيها، وهنا بيقع فالكو بلسانه وبيقول له انت مش مديون لها بحاجة خصوصا بعد ما بعتك مقابل وظيفة في برشلونة، وإنريكي وقتها بيشك فيه لأن محدش يعرف حكاية الوظيفة دي،
ولما بيلفله بيلاقيه رافع عليه المسدس، وطبعا الريكي بيتصدم ان صاحبه هو اللي ورا البلاوي دي كلها من البداية، واللي لما بيسأله عن لوسيا بيقول له انا اضطريت اقلبها ضدك واخليها تسجل الفيديو علشان ابعدك عن القضية، ودلوقتي لازم نرجع الشفرة اللي اختها اخدتها. لكن الريكي بيبقى عايز يفهم مصير لوسيا لحد ما بيتصدم ان فالكو قتلها بدم بارد، فبيعرفوا الريكي انه معاه الشفرة على التليفون لكن مش هيديها له الا لما يرمي سلاحه، يا اما الاتنين يموتوا هنا ودلوقتي. وفعلا كل واحد فيهم بيحط مسدسه على الارض، وساعتها الريكي بيصدمه وبيقوم رامي التليفون في الميه، فبيهجم عليه فالكو وبيتخانقوا سوا، في حين ان اني واللي معاها قدروا يوصلوا للحوايا المنشوده ولقوا فعلا فيها بنات كتير مخطوفه من مختلف الجنسيات، لكن طبعا لوسيا ما بتكونش واحده منهم. وقتها بتفتكر كلارا الورقه اللي لوسيا سابتها في ايديها، وبيتضح ان جواها كان مكتوب فالكو هو جاستون، بس فجاه بيسمعوا ضرب نار، فبتجري اني تشوف ايه الحكايه، وبتلاقي الريكي واقع على الارض سايح في دمه، وبيعرفها انهم قتلوا لوسيا بدم بارد، وبيطلب منها تطارد فالكو، وبيفارق الحياه متاثر بجراحه. لكن فالكو بيبقى وصل لكلارا وبيطلب منها تديله الشفره بدل ما يقتلها، لكنها بتتجاهله وبتطلع تجري بأقصى سرعتها، وهو بيطاردها بشراسة لحد ما بيعترف لها انه قتل اختها. ووقتها بس بتنهار كلارا وبتقع على الارض، وبتطلب من فالكو يقتلها لانها مستحيل تديله الشفرة مهما عمل، لكن وقتها بتظهر اني من وراه وبتديله طلقة توقعه على الارض، وكلارا بتاخد السلاح بتاعه وعايزة تنتقم لاختها، ورغم ان اني بتحذرها الا انها بتضرب النار وبتقتل فالكو، واني بتبقى متوترة جدا لكن بتقرر تسيبها تهرب بسرعة قبل وصول الشرطة. وبتقعد اني بعد كده في عربيتها تسمع اخر فويس بعته اخوها المتوفي، واللي قالها فيه انه تعبان جدا وزهق من حياته، وانها اكتر اخت كويسة في العالم كله، لكن وقته جه خلاص، وقرر للأسف ينهي حياته بشكل مأساوي. فساعتها بتمسح اني الفويس في علامة انها لازم تتجاوز الموضوع وتكمل حياتها. بعد 8 شهور من كل الأحداث دي بنشوف اني رجعت لشغلها بصورة طبيعية فعلا، ولقت صور وفيديوهات وصلتها من ايميل باسم ليزا، والصور دي بتدين منظمة الإتجار بالبشر من أصغر واحد لأكبر واحد. لكن فجأة بتلاقي تليفونها بيرن من رقم مجهول، ولما بتفتح بتسمع نفس الأصوات اللي موجودة في الشارع عندها، فبتبص من الشباك وهي فاهمة إن كلارا هي اللي ساعدتها بالمعلومات دي علشان ترد لها الجميل لأنها سابتها تمشي في النهاية. ولحد هنا بيخلص الفيلم على كده. يا رب يكون الملخص عجبكم، ولو وصلتوا للنهاية ما تنسوش تعملوا لنا لايك للفيديو وتكتبوا لنا كومنت جميل زي ما بتعملوا دايما، واللي أول مرة يشوفنا يشترك في القناة علشان يشوف الملخصات اللي جاية. أشوفكم الفيلم الجاي، سلام.